السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابع الأوفياء، المشاهدين الأعزاء، كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير وسلامة إن شاء الله، مع دوام الصحة والعافية، ورمضان مبارك كريم، وكل عام وأنتم بألف خير. المشاهدين الأوفياء، النحالة كما تشاهدون هذه الشجرة المزهرة والتي بها الكثير من الأزهار ما شاء الله، والنحل يقبل عليها بكثرة، وهي تتوفر كثيرا على حبوب اللقاح. هذه الشجرة التي نسميها نحن هنا لاكاسيا، هذا هو المسمى الذي نعرفه نحن هنا بمنطقة وزان، وهي من فصائل الكاليبتوس، لكنها لا ترتفع، تظل كما تلاحظون لا ترتفع وتزهر بكثرة، فالنحل يقبل عليها كثيرا ما شاء الله. الإخوة الكرام، وهي مع العلم الإخوة الكرام أنا جربت أن أغرس هذه الشجرة، فهي ربما تنبت بالبذور، ولكن أنا جربتها فقط بالقلم، غير عود خديته وغرسته ونبت. رغم أنه اليوم الإخوة الكرام واليوم غير مشمس، كاين سحوب ورياح، ورغم ذلك فالنحل فيها بكثرة، النحل يتغذى عليها كثيرا ما شاء الله كما تلاحظون. وهذه الشجرة غنية بحبوب اللقاح، ربما يمكنكم مشاهدة النحل، أو يمكنكم سماع هدير النحل الذي يتغذى عليها. النحل هنا بكثرة، رغم أن الجو ليس جيدا، الجو غير مشمس وتوجد رياح، لكن النحل يتواجد بكثرة في هذه الشجرة ما شاء الله. كما قلت لكم إنها غنية بحبوب اللقاح. أنا أشاهد بالعين المجردة، فالنحل أرجله ممتلئة بحبوب اللقاح ما شاء الله. الإخوان الذين لديهم مناحل ثابتة، الإخوان الذين لا يعتمدون على ترحال النحل، فهذه الشجرة جيدة ويستحسن أن تغرسها أخي النحال بالقرب من منحلك، فهي تزهر في أوقات جيدة من السنة، ويستمر بها الزهر تقريبا شهر ما شاء الله.
إلى هنا الإخوة الكرام ينتهي موضوعنا اليوم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.